ولكن إذا عاش معها وهو لا يعلم وإنما تشكك فقضى على الشك في نفسه لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك ويقول: من أتى منكم من السفر فلا يتركن أهله بليل. لابد أن تذهب إلى المسجد، تتصل بالتليفون، تقول أنا جاي كمان نص ساعة، احتراما لنساء المسلمين. فواحد من الصحابة ركب دماغه وما طوعش النبي فطرق أهله بليل لأنه كان شك إن في حاجة، فوجد الرجل عندها. شوف الجزاء الإلهي بقى، فوت الأمور، فوت تفويت من الدين. خلاص عرفت، قدر الله انك عرفت، يبقى خلاص من انتهى الأمر. ورجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن زوجتي لا ترد يد لامس. يعني لما تفتح الباب تقول له: ازيك يا اخويا، يقول لها اهلا وسهلا، وتضربه في صدره ويضربها في صدرها. لا ترد يد لامس يعني ما هياش مخدرة كده وعاملة مسافة بينها وبين الناس. في ناس كده. قال له: طلقها. قال له: احبها. قال: امسكها تمتع بها، تحر. ما دمت ما عندكش غيرة وما انتش يعني راجل كامل الرجولة، خليها معاك. بس كله ده في غير الزنا، انما هو فيه سوء الاخلاق العامة. لكن زنت وعرف انها زنت يجب عليه ان يطلقها وهي في عصمته. زنت وهي في عصمته، يجب عليه ان يطلقها. تابت، ما ربنا يتوب عليه. حفظت القرآن او كادت، يا رب. ما هو يعني هو الناس اللي كانوا في الجاهلية ما هو كانوا زناه وكانوا عصاه وكانوا كذا، لما اسلموا حسن اسلامهم واصبحوا خير البشر. وسيدنا عيسى بيقول للست مريم المجدلية: قال: من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. واصبحت مريم المجدلية من اولياء الله الكبار، وكانت في القديم. فمن تاب تاب الله عليه. دي عقيدة المسلم، انه من تاب تاب الله عليه. لكن احنا في الزواج ده ينفع ولا ما ينفعش؟ عرفت يبقى ربنا قدر عليك انك تطلق، ما عرفتش ايش ما تفتش. لدرجة ان الاتيكيت الاسلامي بيقول لك تتصل بالتليفون. لكن الشك بقى يقول لك: طب افرض معاها واحد. افرض يا سيدي معاها واحد ولا معاها، خليه يمشي. اتصل بالتليفون يا اخويا، اتصل بالتليفون. فالنبي عليه السلام علمنا الجمال والحلاوة. بس في بقى ناس عقليتهم ما تحبش الجمال والحلاوة، هو عايز الحق ويبحث عن الحق ويبقى هو ربنا عشان يشوف الناس بتعمل ايه. طب خد بقى المقلب، هتلاقي الراجل لازم تطلقها بقى. ما تجيش تعايد بقى وتقول لي اولادي، ما تجيش تعايد، لانك ما طوعتش النبي. النبي بيعلمنا ازاي نبتدي وازاي ننتهي. نبتدي بالايد من غير شك، لا نشك في حد ولا نعمل في حاجة. عبد الله بن سلام قال له: والله إنه نعلمك أكثر مما نعلم أبناءنا، ما أدرانا ماذا فعلت النساء في البيوت. يا خبر اسود، ده بيقول له: يا رسول الله أنا متأكد إنك النبي أكثر من متأكد إن ده ابني، وأنا مش عرفني الستات عملت إيه في البيوت. فإذا الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني واحدة زنت وهي متزوجة، حملت، الولد ده ابن الزوج. طب الزوج ما مش ابن الزوج ولا حاجة، ده جاي من الراجل الزاني ابن الكلب، قال برضو ابن الزوج. بس اسكت، لان احنا ما احناش فاتحينها ديالوج مونولوج. ديالوج لا، احنا بنشتغل مونولوج مش عارفين. وهتقاولني ما ينفعش، مش هي الجلسة دي جلسة في اتجاه. فكنا انا وانت نقوله كده مش عارفين، وهتقاولني ما ينفعش، مش هي الجلسة دي جلسة في اتجاه واحد. انا اقول وانت تسمع، وانت تسمع وانا اقول.
لكن انت هتقول لي وانا اقول لك وبعدين انت تقول لي مش مناقشه، ما احناش فاتحينها سيمينار، ده درس. والدرس شوف علشان انه درس قعدت على الكرسي والكرسي عالي شويه، معنى كده ايه؟ ان انا اللي اتكلم بس. انانيه، واخد بالك؟ وانت تتلقى بس برضه انانيه برضه. انما احنا هنعمل مقاولة بقى، انت تقول وانا اقول واحنا نقول ونقول، ما ينفع. ده اسمه سيمينار. سيمينار اقعد على الارض بقى، ما احنا بعدنا ما تتتات راس براس. نعم اهو كده برضو انت بتتكلم من غير لازم. طيب